طب انا كنت عايزه اتعلم اسلوب ضد التحرش. اعلمهولك انا. اهلا بيكم في اول محاضره للدفاع عن نفس البنات والسيدات، والنهارده يكون معاكم كابتن نجلاء هي اللي هتدربكم، وبصراحه انتم محظوظين ان انتوا تطلعوا من تحت ايد كابتن نجلاء لانها من المدربين الاقوياء والمتمكنين جدا. تسلم يا كوتش، ربنا يخليك. ومعانا كمان بقى النهارده البطله انجي، مع الرغم ان هي من متحدي الاعاقه لكنها برضو عندها عزيمه واصرار ان هي جايه النهارده جايه الدوره مخصوص عشان تتعلم دفاع عن النفس، فخلونا كلنا بقى نرحب بيها قوي. الف شكر يا كابتن مينا بجد على الدوره الجميله دي، وبجد انا حاسه ان شاء الله ان انا هطلع من هنا بطله ان شاء الله. احنا مين يا بنات؟ دلوقتي معاكم كابتن نجلاء تبدا معاكم الشرح، اتفضلي يا كابتن. تسلم يا كابتن مينا، ربنا يخليك. زي ما قلنا لكم كده، لا تخافوا من حد ولا من شكله ولا من عضلاته، تخليكوا دايما واثقين في نفسكم، لان صاحب الحق دايما قوي قوي. ولو حد داخل عليكي يمسكك بالطريقه دي، اوعي تخافي منه ولا من عضلاته، لان هي مش بالشكل خالص. امال بايه؟ لازم تركزي على نقطه الضعف عنده، لان النقطه دي هي اللي هتخليكي تسيطري عليه مهما كان قوي. قوي. ونقط الضعف في الجسم ما اكثرها واسهلها، زي مثلا الحنجره، اسفل الحنجره، العين، الحزمه العصبيه اللي في جنب الرقبه، منطقه تحت الحزام. الله يخرب بيتك، ايه اللي بتعلمه لهم ده؟ بالظبط كده. في نقطه الضعف دي اهم حاجه بحط ايدي فين؟ فين؟ ايوه هنا اهو، واضغط جامد بقى. طب يا كابتن دلوقتي انا في المسكه دي بيكون الراجل اقوى مني، انا هقدر عليه ازاي؟ بالحب. الرياضه عايزه صحه. لا ده انتوا عايزين اجيلكم. ولو حد داخل عليكي يمسكك بالطريقه دي، اوعي تخافي منه ولا من عضلاته، لان هي مش بالشكل خالص. طب يا كابتن ده في حاله لو حد بيشدني من ايدي. طب انا كنت عايزه اتعلم اسلوب ضد التحرش. اعلمهولك انا. هو ده بجد؟ هو ده بجد؟ اؤمر. كنت عايز اعرف اشتراك المكسب كام؟ انسى، كان زمان وجبر، من هنا ورايح مفيش تحرش. طلعت لي منين؟ مع مينا عادل انت الأقوى.